السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هناخد اهم درس في ال HTML وهو ازاي نعمل فورم. شفت مثلا لما الدكاترة عايزين الطلبة يسجلوا الحضور والغياب، مش هما بيبعتولك كده لينك كده على جوجل فورم، او مثلا لما تسجل على موقع الجامعة او الفيسبوك او اغلب المواقع بيكون في صفحة تسجيل الدخول اللي هي اللوجن. هنتعلم النهاردة بقى على ايه؟ على كل انواع الانبوتس، وازاي نتحكم في الداتا الاتريبيوت اللي بتحكم فيها، زي الريكوايرد والتزيبل والاكشن والميثودز اللي بيحركوا البيانات. انا عبد الله محمد علي، وده دليل شامل للنماذج في ال HTML. طيب تيجي نشوف بقى نعمل الكلام ده ازاي. صلى على النبي، يلا بينا. طيب نكتب الكود الاساسي. طيب اول تاج معانا هو تاج الاب، اللي هيشيل كل حقول الادخال كلها. اي حاجه هتتشرح في الفيديو ده هتكون ايه جوه تاج الفورم دوت. حلو. طب الاكشن دي يعني هناخدها بعدين، بس خلينا نشيلها دلوقتي. طيب عندك اهم تاج معانا هو تاج اسمه الانبوت. طيب ده اهم تاج. ده بيشتغل انه بيستقبل اي حاجه، وبعدها انت ايه بتحدد نوع الاستقبال الداتا ده من المستخدم. هل هتكون نص تكست، ولا هتكون ايميل، ولا هتكون باسورد، ولا هتكون تاريخ، ولا هيكون ملف او رقم مثلا تحط عمرك، ولا ايه بالظبط. طيب لو عايز يدخل اسم مثلا، فبتكتب حاجة اسمها input type text زي ما هي مكتوبة كده. حلو. طب قبل منها بقى تعمل ايه؟ تعمل حاجة اسمها الليبل. الليبل ده هو العنوان اللي ايه اللي بيعرفك انت هتدخل ايه بالظبط. فمثلا انا هنا هكتب enter the name. تيجي نشوف كده اهو، كلمة enter the name اللي هو ده الليبل. حلو اهو، ده العنوان. وعندك ايه؟ وعندك الانبوت تايب تكست اللي هو ايه اللي انت هتدخل فيه اسمك، ولكن هتكتب مثلا اي اسم كده. حلو. حلو. طيب عندك بقى شوية اتريبيوت لازم تعرفه، حاجة اسمها الفور وحاجة اسمها الاي دي. زي مثلا ايه هي يعني، ايه لازمة الفور والاي دي؟ لازمتهم اللي انا عايز اربط الليبل اللي هو العنوان ده بين بالانبوت، عشان لما ادوس عليه يحدد لي ايه، يحدد لي الانبوت دوت. حلو. فانا هنكتب هنا مثلا اي دي، ونكتب مثلا نيم. حلو. او يوزر نيم مثلا، ايا يكن، نخليها يوزر نيم. يوزر نيم. حلو. ونحطها هنا بيست. فلازم يكون اسم الفور نفس اسم الاي دي. حلو. طيب تيجي نشوف كده. واخدين بالكم بقى اكتيفيت كده؟ تحسوا منه بقى اكتيفيت اول لما ادوس على النص بايه بيفوكس عليه. حلو. حلو. عندك اتريبيوت بقى اسمه البليس هولدر. اسمه ايه؟ البليس هولدر. ده مثلا يعني ايه؟ يعني عبارة عن كلمة كده يعني شفافة شوية، بيقولوا عليها زي الشبح كده، اللي هي ايه بتعرفك برضو انت هتدخل ايه، تبقى شكلها حلو كده. فبتنس مثلا بتكتب هنا نفس الكلام، مثلا ممكن تكتب enter the name. بص بقى عملت ايه اهي. شايفين النص اللي جوه دوت؟ ده ما انت اول لما بتكتب بيتشال، واصلا ما بيتبعتش للسيرفر. حلو. انتر زي هو بس بيعرفك انت هتدخل ايه، يعني حاجه كده شياكه كده. بص. طيب عندك بقى اتريبيوت اسمه النيم. لازمة النيم ده ببساطة اللي هو ايه،
اللي هو يعني الداتا اللي بتتبعت بالسيرفر بتتبعت عن طريق النيم دوت. فانت مثلا بتكتب هنا مثلا اليوزر، او مثلا تكتب ايه، ممكن تكتب اليوزر نيم برضو بس. حلو. بس عندك بقى ايه، عندك حقل ادخال تاني اسمه، تكتب هنا input. input ده هتكرر معانا كذا مرة. عندك حاجة اسمها الباسورد. باسورد ممكن نحط هنا ليبل، تكتب هنا ليبل، تكتب هنا مثلا باس، ونديله مثلا اي دي باس، تصنع كلمة باسورد. حلو. ونكتب هنا مثلا enter the password. تيجي نشوف كده، خلينا نلغي دول دلوقتي عشان هنشغلهم بعدين اهو. طب واخدين بالكم ليه الحقول دولت جيم جنب بعض؟ ليه ما جوش تحت بعض؟ حد عارف؟ علشان ايه؟ ده عنصر اللاين، ده عنصر اللاين، الانبوت عنصر اللاين. حلو. طيب فانت عايز تعمل سطر جديد، تعمل نيو لاين، فبتعمل حاجه اسمها البي ار، بتعمل بريك. حلو. ممكن نكرره تاني كده، نعمل عند كل انبوت كده تحت منه بريك عشان تبقى شكل منظره لطيف شويه اهو. لما تكتب بقى الباسورد اي كلام اي كلام، واخد بالك الكلام بقى ايه؟ بقى نقط كده، بوليتس كده. ليه؟ علشان ده باسورد ما ينفعش يتشاف. حلو. حلو. نكتب هنا مثلا النيم باسورد. طيب عندك ايه كمان؟ عندك في اتربيوتين صح، عايز اضيفهم. حاجه اسمها المين لينس، المين لينس، وحاجه اسمها الماكس لينس، اللي هي انت عايز اقل حاجه، اقل باسورد للمستخدم يدخله قد ايه. فانا مثلا اقول له مثلا وليكن 8، اقل حاجه من المين لينس بتاعه 8، واكتر حاجه مثلا 20. فانا لما اجي دلوقتي اكتب الباسورد، ممكن كمان نعمل حاجه اسمها required. ايه required دي؟ required دي بتخلي المستخدم اجباري ان هو يدخل الباسورد. حلو. طب تيجي نشوف كده الحاجات اللي احنا ضفناها. طيب انا مثلا ادخل اسمي. بصوا احنا ممكن نعمل ايه، ممكن نضيف تاج عشان يشتغل. بس هنضيف تاج اسمه، هنضيف input اسمه submit. ايش هذا؟ اسمه ايه؟ submit. حلو. نجرب كده. انا دلوقتي دخلت اسمي ايا يكن بقى، ودخلت الباسورد. هنا بيقول لك ايه؟ اقل حاجه بيقول لك بليز الانسن ايه، اقل حاجه 8. لازم انت تدخل اقل حاجه 8. حلو. فانت لازم تدخل 8 لحد اقصى حاجه ايه 20. حلو. بص انا دلوقتي بكتب اهو، واخدين بالكم انا بكتب ما بيكتبش ازيد من 20، اقل حاجه 8 وازيد حاجه ايه 20. حلو. طيب لو انا مثلا ما عملتش الباسورد وكتبت ده هنا، هقول لك ايه؟ بليز فيل اوت ذيس فيلد. يعني بيقول لك اللي هنا ده لازما اجباري انك تدخله، انت مش هتخش مش هتسجل غير لما تدخل الباسورد بتاعك. دي ميزه ايه؟ حاجه اسمها الريكوايرد. يبقى الريكوايرد بتعمل ايه؟ بتخليك اللي انت اجباري تدخل الايه،
الحقل دوت. حلو. الماكس لينس بتقول لك انت اقصى باسورد تقدر تدخله 20 واقل حاجه 8. حلو. وعرفنا ان الفور والاي دي وظيفتهم اللي هم ايه، بيربطوا الليبل اللي هو العنوان بالانبوتس. حلو. والنيم اللي هو بيبعت الداتا للسيرفر وبيديك العنوان بتاعها. حلو. السبمنت ده اللي هو بيرسل حقل الادخال، بيرسل الداتا للصفحة معينة. حلو. طيب عندك حاجة اسمها ايه، نمبر input type نمبر ده لو انت مثلا عايز تدخل رقم مثلا وليكن عمرك، فانا مثلا عايز الموقع ده اقل حد يسجل فيه يكون عمره 10 سنين مثلا، واقصى حاجة مثلا ماكس 60 سنة. حلو. فانا ايه، تيجي نشوف كده اهو، واخد بالك العداد اقل حاجة ايه 10، مينفعش يقل عن 10، واقصى حاجة 60. حلو. ومينفعش ايه تزود اكتر من 60. تعالى كده نشوف كده، قالك ايه اقصى حاجة 60، اقصى رقم تدخله هو ايه 60. نعمل بي ار عشان نحطها عشان يبقى الشكل كويس. حلو. حلو. الموقع كل شويه كل ما اعدل على حاجه بيعمل ريفريش، عشان انا مستخدم حاجه اسمها open with live server لو انتوا بتعرفوش يعني. فبدل ما اعمل كل شويه ريفريش، لا انا بشوف اللي انا بكتبه الناتج بتاعه على طول. حلو. طيب عندك برضو input اسمه تل يعني تليفون. لو انا مثلا عايز ادخل رقم تليفون، فبتكتب مثلا نكتب، تعال نعمل هنا ليبل صح، نحط ليبل، نعمل ليبل ونعمل مثلا الفور بتاعه نم، وهنا ناخد اي دي اسمه نم برضو. لا معلش سوري ايج، عشان هندخل عمر صح، هندخل عمر. حلو. وهنكتب مثلا ايه enter your age. حلو. عندك بقى في التليفون، تعال ناخد دي كده كوبي، وهنا enter your فون، رقم تليفونك، نمبر فون، اي حاجة. فهنا مثلا خلينا النمبر، خلينا نم، ونديله هنا اي دي اسمه نم. تيجي نشوف كده اهو، اقدر ايه ادخل رقم تليفوني. طيب عندك ايه كمان، طيب لو انا مثلا عايز ادخل ايميل على كده، نعمل ايه، تخيلوا بقى النوع البيانات بتاعه يكون ايه، انه يكون نوعه ايميل اهو، وهنقول له enter your ايه ايميل، وهنقول له هنا الفور مثلا ايميل، ونديله اي دي ايميل حلو. حلو. تعال نحط البي ار، ده فتح بالغلط. اهو هنا بيجيب لك الايميلات، هنا بتدخل ايميلك. لو انت مثلا دخلت مثلا وليكن رقم، وهنا مثلا دخلت رقم، وهنا مثلا دخلت، وهنا دخلت، وهنا كتبت اسمك عادي،
هيقول لك ايه؟ هيقول لك بليز انكلود ايه؟ العلامة دي لازم تدخل ايميل، ما ينفعش تستخدم نص عادي، فلازم تستخدم ايميل. الفوتوشوب مصمم اللي هو يفتح. ماشي. ماشي. عندك ايه كمان؟ عندك لو مثلا في فورم عايزك تحط لينك مثلا موقع او بتاع، ففي عندك حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها URL. URL وحط هنا الليبل، او مش مستاهلة ليبل يعني، ممكن تحط هنا الBR. في هنا بتحط ايه؟ لازم تحط مثلا موقع جوجل، موقع فيسبوك، اي موقع بتحط جوه الحقل ده. حلو. حلو. عندك ايه كمان؟ طيب لو عايزين برضو تتأكدوا اللي هو فعلا كده صدق فعلا، ف اهو بص بيقول لك انا جربت اعمل شوية حقول اهي، بيقول لك بليز انتر URL، فانت لازم تحط ايه؟ مثلا ارتباط جوجل، ارتباط فيسبوك، اي لينك تحطه جوه الحقل ده. حلو. حط هنا النيم بقى واي دي اللي انت عايزه بقى، عايز تحط ليبل حط. طيب عندك ايه كمان؟ عندك حاجة اسمها سيرش. عندك سيرش، كل ده كل الحاجات دي جوه تاك الانبوتس، يعني واخدين بالكم الانبوتس مسيطر على ايه؟ على الفورم كله. طيب نيجي نشوف كده برضو، نحط ايه؟ نتأكد ان احنا نعمل بريك. السيرش ده بيعمل ايه؟ ده صندوق بحث، تمام؟ بيضيف لك برضو علامة الاكس عشان لو عاوز تمسح الكلام اهو، تكتب مثلا هنا ده صندوق بحث. حلو. طيب ولو انت عايز تمسح الكلام بتمسحه كده. حلو. عندك ايه كمان؟ عندك input type نوعه مثلا color، يعني لون color. الانبوت ده بيديك ايه؟ الانبوت تايب color ده بيديك باليتة الوان كده، لو عايز مثلا مستخدم يدخل لون معين، فانت ايه؟ بتختار اي لون انت حابه، تعرف الحاجات دي كده وتشوف انت عايز ايه، وتحدد الار والجي والبي او من الحاجات دي كده، وبتشوف انت عايز اللون ايه. حلو. طيب عندك ايه كمان؟ ممكن ندي للتلاتة دولت ليبل بس كده، انا ايه ظبطت الدنيا شويه، اللي انا ايه حطيت لكل واحد ايه ليبل. طب حلو. عندنا حاجه كمان اسمها ايه؟ اسمها الرينج. اسمها رينج. واخدين بالكم البتاعه دي؟ هي دي الرينج. ممكن تديها من، مثلا انا عايزة تبدأ من 50، اللي هو الديفولت بتاعها يكون مثلا 50، مش الديفولت اللي هو اول لما يشتغل الموقع يكون جاي من النص، او مثلا هي اصلا جايه من النص اصلا لوحدها، هي اصلا الديفولت بتاعها كده. لا انا عايزة مثلا تبدأ من الزيرو، فهتبقى ايه؟ بندخل حاجة اسمها الفاليو. صحيح الفاليو. ايه الفاليو؟ انا عايز الفاليو بتاعتها من زيرو اهي، فهي رجعت للصفر. حلو. يبقى الفاليو ديت هي القيمة اللي انا بديها للمستخدم، بديها قصدي اللي ايه، اللي هي اول لما يشتغل الموقع تبقى هي اوتوماتيك كده، بتبقى على الرقم دوت. مثلا لو انا خليتها مثلا على حسب بقى هي ايه المن بتاعها والماكس بتاعها بكام، فانا هخلي مثلا المن بتاعها بزيرو والماكس بتاعها اخرها مثلا 100. حلو. فهي من زيرو لمية. لو انا مثلا خليتها 60، يعني انا كده بقول ايه؟ خلي الدرجة بتاعتها 60%.
مش في مثلا آه يعني مثلا حد يقول لك قيمني من 1 ل10، فبتعمل الرينج دي علشان تشوف التقييم، تقيم حد الدرجة بتاعته بكام البتاعة دي مثلا. فهي كده. فانا اخلي مثلا الفاليو بتاعها مثلا 80%. اهي اهي كده، دي 80%. عايزها في النص بالظبط، فبنخليها ايه 50. اهي 50. حلو. وبرضو ممكن تعمل لها حاجة اسمها ستيب اللي هي مثلا انا عايز ستيب دي اللي هي اللي هي تخليها مثلا كل ما تزودها بالكيبورد مثلا تنط لك مثلا 20 خطوة. واخدين بالكم؟ اهي. واخدين بالكم؟ تبقى ايه؟ تبقى 1 2 3 4 5. واخدين بالكم؟ لو انا عايز اخليها 50 مثلا هتبقى المرتين بس، فهتبقى ايه اهي اهي. ثانية اهي. حلو. دي حاجة اسمها ايه؟ الستيب. انا هخليها 20 زي ما ايه، زي ما كنت عاملها في الاول. طيب عندك إيه كمان؟ بس هي دي. وخلي بالك الستيب دي ممكن تحطها فين تاني؟ ممكن تحطها في النمبر. فين النمبر اللي احنا كنا عاملينها ديت في الايدج؟ ايوه. خليها مثلا نزود لك كل مرة 10 سنين. مش هقول لك لا. اهي. فانا مثلا enter your age اهي. واخد بالك؟ 10 20 30 40 50. واخدين بالكم؟ لو انا عايز اخليها تزود كل مرة ب50 اهي. عادي. عايز ازود كل مرة ب50 اهو. زود، هي كانت 10 فخليها ايه عشان هي اقل حاجة 10، فبيزود 50 بقت ب60. بعد كده هتزود. قالك ايه اصلا اقصى حاجة 60 فمش هيزيد. بس انت فهمت فكرة الستيب يعني اظن. طيب خليها، عشان دي حاجة غير منطقية، خليها مثلا 2 مثلا، اي حاجة. طيب عندك ايه كمان؟ عندك input type data مثلا. انا عايز المستخدم يدخل تاريخ، فبتكتب هنا ديت. اه. فهنا خلي المستخدم يدخل ايه؟ التاريخ اللي هو ايه؟ اليوم والشهر والسنة. اكتب كده today اه، يعني شهر 11 23 يوم 23 2025. ده تاريخ الايه؟ النهاردة. حلو. طيب عندك برضو حاجة اسمها input. تعال نحط بي ار برضو منساش. بي ار ايه ده؟ بي ار. طيب عندك ايه كمان؟ تعال ناخد دي كوبي، حطها هنا بيست. عندك حاجة اسمها ديت تايم لوكال مثلا. تعال نشوف دي بتعمل ايه. يعني ديت هتحط لك تاريخ والساعة. تاريخ والساعة. حلو. دي حاجة متقدمة اكتر من ايه، من الداتا بتديك تاريخ بس، لا دي بتديك تاريخ وساعة. حلو. عندك حاجة اسمها الويك. يعني دلوقتي ايه، بنشرح حاجات التاريخ. انت عندك حاجة اسمها ويك. هعم- ويك يعني إيه؟ يعني اسبوع. يعني بالمنطق كده يوريك الايه في الاسبوع. انت في الاسبوع الكام؟ فينا قالك 47 2025. حلو. عندك إيه كمان؟ حطينا بي ار. طيب عندك حاجة اسمها ايه؟ months. ايش هذا؟ طيب عندك حاجة اسمها ايه؟ months. يعني ايه months؟ يعني شهر. فانا لما هنا اقول له الانبوت تايب بتاعك months، اجيب لك الشهور. واخدين بالكم؟ احنا في شهر نوفمبر. this month هو قال لك نوفمبر 2025. يعني هنا بريك.
نعمل بريك تاني. طيب عندك حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها تايم. تعمل هنا، تيجي هنا. تايم يعني ايه؟ يعني هتدخل الساعة. طيب الوقت. مم. اه حلو. لك الساعة 2:37 بالليل، هي بعد الظهر. نعمل بريك. عملت ليه كده دي؟ طيب عندك ايه كمان؟ مم. عندك بقى حاجة اسمها التشيك بوكس. الايه؟ التشيك بوكس. كده احنا خلصنا الوقت. عندك حاجة اسمها التشيك بوكس. تيجي مثلا تحط هنا ليبل. ومثلا اقول لك مثلا انت بتستخدم نظام ايه، وانا اقول لك هنا ايه. اقول لك what system are you using. حلو. و اديك هنا الفور بتاعك ايه، مثلا او اس. حلو. واقول لك هنا الاي دي بتاعك او اس. واقول لك هنا النيم او اس مش اس. واقول لك هنا النيم بتاعك او اس. تعال نعمل هنا بي ار. حلو. احنا ممكن لا هنا نخلي دي نعمل ليبل كمان. حلو. ليبل. وهخلي مثلا هنا مثلا ويندوز، نخلي اختصار لكلمة وين، ونخلي هنا الاي دي بتاعها وين. ونعمل هنا الليبل ويندوز. ويندوز. حلو. ونكتب الفاليو بتاعها ويندوز. الفاليو بتاعها ويندوز. حلو. ونكرر دي كده. وهنا نخلي مثلا هنا دي تعال نحط بي ار برضو. بي ار. وهنا البي ار. وهنا البي ار. تفهمين ان انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ شيك بوكس. يعني ايه شيك بوكس؟ يعني اللي انت بتختار اكتر من حاجة. حلو. تختار اكتر من حاجة. اما عندك حاجة اسمها راديو بقى، انت لازم تختار حاجة واحدة بس. فانا هنشوف هنعدل دلوقتي. فانا هخلي هنا دي مثلا لينكس. لينكس ده الليبل بتاعها. والفور بتاعها هيكون لين. اي حاجة. والاي دي بتاعها لين. و نيم برضو اس. والفاليو بتاعها لينكس. طيب تيجي نشوف كده. تعالى برضو نكمل تحت. عندك حاجة اسمها ايه؟ ماك. فور ماك. وعندك الاي دي ماك. وعندك الفاليو بتاعك ماك. حلو. تعال نشوف كده. اهو. انت لما بتدوس على النص اصلا مش بتدوس على، مش لازم تدوس على دي. انت عادي تدوس على النص كده وتختار انت مثلا بتستخدم النظام ايه. انا بستخدم كذا وكذا وكذا عادي. انا بستخدم ويندوز ولينكس مع بعض عادي. وعندي فيرتشوال ماشين كمان. طيب عندك بقى حاجة اسمها ايه؟ في اتريبيوت برضو عايز اضيفه. اسمه لو مثلا انا شايف الويندوز ده معظم الناس بيستخدم ويندوز صح، فانا عايز اخليه افتراضيا هو يعلم لك عليه. فانا عندك اتريبيوت اسمه checked. حلو. checked.
هتلاقيه علم لك عليه. بص اول موقع يعمل ريفريش اهو، واخد بالك اتعلم لك عليه من غير ما انت ما تدوس عليه، هو متعلم لك عليه، واخد بالك. هتعمل ريفريش هيفضل متعلم لك عليه حتى لو انت دوست دي ودوست دي ولغيت دي. شوف بقى تعمل ريفريش اللي يحصل بقت دي بس. فتشيك دي اوتوماتيك هو هيعلم لك عليها. حلو. طيب عندك ايه حاجه اسمها راديو. هات الانبوت ده كده وهنديله ليبل. حلو. هنسميه مثلا ايه، هنديله فور وليكن مثلا ميل. حلو. وهنسميه الليبل هيكون ميل. اللي انا هختار ذكر ولا انثى؟ هل ينفع اختار ذكر وانثى مع بعض؟ لا، لازم نختار حاجه واحده. فانا بعمل حاجه اسمها ايه الراديو. فبنعمل انبوت تايب ايه راديو. حلو. وبنديله اي دي اسمه ميل. حلو. وبعد كده نعمل هنا دي هتبقى فيميل. خلي هنا دي هتبقى فيميل. في ايه ده فيميل. وهنا نفس الكلام هتبقى فيميل للفور. هتبقى عشان اربطهم ببعض بس. حلو. الاي دي نفس كذلك. وبديهم نيم مشترك، هديهم نفس النيم. وليكن مثلا هتبقى النيم جندر بتاعك، النيم هيكون جندر. بديهم ايه، لازم نديهم نفس النيم. حلو. وما ننساش نعمل اخر حاجه الايه البي ار، عشان بس ميبقاش الزرار ده جنب منهم كده شكله وحش. انت عندك اهو لازم تختار حاجه واحده، مينفعش تختار الاتنين. حلو. طيب لو انت شايف النيم دي، لو انت شلتها، عشان انا قلت لك لازم ان يكون الاتنين ياخدوا نفس النيم اللي هي جندر دي. لو انت شلتها ايه اللي هيحصل؟ الاتنين مش هيعرفوا بعض، مش هيعرفوا اللي ده تبع ده. فانت تلاقي اللي انت ايه تقدر تختار الاتنين، ودي حاجة غلط. فلازما تعمل ايه تديهم نفس النيم. حلو. عشان تختار حاجة واحدة. حلو. واقدر اخليها شيكد. يعني مثلا الموقع ده مثلا اكثرية الناس هيستخدموها هيكونوا مثلا ولاد مثلا يعني، فبنعمل شيكد فعلمت لك على ايه على الميل. حلو. طيب عندك ايه، عندك حاجة اسمها بوتون كده. لو عايز تعمل زرار يعني ايا يكن ايه هو وظيفته. مش بوتون دي طبعا، مش قصدي على دي. تعمل هنا هات الانبوت تاني عشان هو الكينج بتاع الدرس كله. الانبوت هو الفورم اللي شايل كل حاجة. طيب عندك حاجة اسمه ايه value input value ايه بوتون سوري بوتون. هتديله ايه هتديله value وليكن مثلا وليكن ايه وليكن اقول لك ان ده زرار. فانا عايز اقول لك ان ده زرار، ده زرار يا عم. بقول لك اللي ده زرار، واخد بالك ده زرار. شكلها ايه نزلت هنا ايه. حلو. بس انا مش عايزه البتاع ده دلوقتي شكله وحش. طيب عندك ايه تاني؟ عندك هات هنا الانبوت واعمل لك حاجة اسمها ريست. ده لو انا مليت كل الحاجات دي غلط، مليتها مثلا يعني انا مليت كل حاجة غلط وعايز ايه وعايزك تمسح لي كل ده. انا ايه اهو مليت كل حاجة غلط بشكل عشوائي كده متخلف كده مثلا، وما ماليش دول اصلا ودولت سبتهم زي ما هي ودوست ريست مسح لك كل حاجة. فالريست دي وظيفتها انها تمسح لك بس. ممكن هنا في السبميت ممكن تديله اتريبيوت برضو، تديله مثلا وليكن ايه value. حلو. واقول لك ارسال.
انت اكتب براحتك، والزرار الكلمة اللي في النص دي هيتغير. فهنا بقت ارسال، هيعمل لك نفس الوظيفة اللي هو يبعت الداتا. حلو. بس انت غيرت ايه؟ النص اللي جواه. تقدر تغير كلمة ارسال دي بأي حاجة تانية انت عايزها، بكلمة بايه، باتريبيوت اسمه فاليو. خلي بالكم احنا خدنا حاجات كتير، فانا عايزكم يعني عشان ما تنسوش حاولوا تدونوا معايا الاي دي بتعمل ايه، والفور انا بربط الليبل بالايه، بالانبوت. حلو. النيم بتعمل ايه؟ بتبعت الداتا ديت للباك اند بتاع الباك اند، بيعمل لها معالجة. عندك الفاليو تعمل لك ايه؟ الفاليو ديت قلنا اللي هي بتغير من الزرار ذات نفسه، اسم الزرار ذات نفسه. الشيك دي بتختار ايه؟ بشكل افتراضي، مش بشكل افتراضي، اللي هي اول لما الموقع يفتح بيتشيكت عليها. حلو. وعندك ايه كمان؟ خدنا حاجات التاريخ، ازاي تعمل تاريخ ويك ومانث وتايم والحاجات دي. حلو. طيب عندك ايه كمان؟ طيب انا بالنسبه لي مثلا اهم حاجه لما حد يسجل اسمه، دخل حد يسجل اسمه مثلا تنفع ماشي. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اول لما افتح الموقع هو يفوكس. يعني ايه فوكس؟ يعني بيخلي اول لما الصفحة تتفتح المؤشر بيقف في الحقل ده لوحده وهو جاهز للكتابة. فانا بعمل ايه؟ بعمل حاجة اسمها اوتو فوكس. اوتو فوكس، واخدين بالكم؟ الريكوارد بتعمل ايه؟ لا انا لازم اخلي المستخدم يدخل الباسورد. انت عندك حاجة اسمها اوتو فوكس. اوتو فوكس هي دي. حلو. فانا اول لما نعمل ريفريش، واخدين بالكم إيه اللي حصل؟ بقى هنا شايفين المربع اتحدد، انا ما دوستش على الحقل، هو عامل ريفريش اهو، المربع اتحدد. حلو. فهي ايه؟ بيحدد لك الحاجة انت جاهز للادخال. طيب عندك كمان، عندك حاجة اسمها التسيبل وحاجة اسمها الريد اونلي. فانت بتكتب هنا مثلا disable. حلو. وهنديله مثلا وليكن value A B C add 1 2 3. ده الفاليو بتاعك. التسيبل ده عبارة عن ايه؟ بص لو انت خدت بالك اللي انت انا كده خلاص، هو كده الحقل ده بقى غير مفعل، انت متقدرش تعدل عليه. يبقى التسيبل ده يعني كأنه حقل ميت ومقفول ومش بيتبعت للسيرفر اصلا، هو بيوريك بس كده، بس هو مش بيتبعت ايه للسيرفر اصلا. وعندك حاجة اسمها read only. تعال نشوف بقى الفرق ما بينهم. في read only مثلا وليكن هنا عندي في ال input type text مثلا، فين؟ هنا اهو، اي مكان يعجبك يعني، مش شرط هنا. فانا اخليها هنا read only. حلو. واعمل له الفاليو بتاعه، اديله فاليو وليكن عبد الله. هكتب لك هنا عبد الله. كتب لك هنا عبد الله، بس واخدين بالكم برضو ما اقدرش اعدل. يعني انا اهو بحددت عبد الله، بكتب اهو ما بيكتبش. يبقى ده بيعمل ايه؟ الريد اونلي ده بيخلي المستخدم يقدر يقرأ الكلام، بس ايه؟ بس ما يقدرش يغيره، وبيتبعت للسيرفر. حلو. يبقى انتوا عرفتوا الفرق ما بين التسيبل والريد اونلي كويس. طيب كده بطل الفيديو بتاع النهارده اللي هو الانبوت ده خلاص دوره انتهى، وهنخش في التعامل مع النصوص الطويلة. حلو. نمسح ده كده خلاص، ده زيادة. في عندك حاجة اسمها تكست اريا، نعملها جوه الفورم برضو. حاجة اسمها ايه؟ تكست اريا. احنا كده هنشتغل في حاجة اسمها التعامل مع النصوص الطويلة. حلو. فالتكست اريا ده يعني بتسيبه كده، انت بتسيبه كده ماشي،
وهنا بتكتب مثلا عايز تكتب سيرتك الذاتية، عايز تكتب اي حاجة، وصف الحاجة، اكتب لي اي حاجة وخلاص. فهنا دي التكست اريا. حلو، بدل ما هنا حطيت لك حيز صغنن كده زي الانبوت تايب تكست، فانا كبرت لك الموضوع شويه. انت شايف الموضوع ده، المربع ده صغير شويه، فانت عادي ممكن تديله كولز، وممكن تديله رو، تديله كولز اهو. وعندك حاجه اسمها الرو، الروس، تقول له انا عايز الروس مثلا 44. الروس اللي هو ايه، اللي هو بيعمل لك بالطول. الكولس بقى يعمل لك بالعرض. مثلا انا اخلي مثلا هنا 50، بقت الدنيا ايه، بعرض شوية، فهو اكبر لك العرض. واخدين بالكم؟ انا ده حاجة غير منطقية، فانا اخليها ايه، مثلا 20 في 25. حلو المقاس ده. ثانية هو بس بيعمل فيش اهو. او اقول لك خليها 30 في 20. وكده بقى، كده بقى احسن. ممكن تديله بليس هولدر، زي اي حاجة تقدر تديها بليس هولدر يعني من الحقول دي، زي الباسورد او الفون او الايميل. الحاجات دي تقدر تديها بليس هولدر براحتك. فانا اديله مثلا بليس هولدر، اقول له مثلا بليز انتر ذا تكست وخلاص. اكتب لي اي نص، اي حاجة، اي حاجة عنك يعني، اي انت عايزه يكتبه بس. تعالى نعمل فيش هنا. ده ممكن تخلي هنا مثلا ايه، هنا تيست. نعمل فيش هنا اهو. واخدين بالكم؟ انا عدلت بس في الحجم، خلي 20 في 20 اهي. كتب لك هنا تيست بس. اعمل بليس هولدر. طب عندك ايه كمان من الحاجات بتاعت عندك؟ لو مثلا انا عايز مثلا المستخدم يدخل مثلا هو بيحب مجال ايه، او يختار كتاب معين، فانا بعمل حاجة اسمها تاج اسمه select وبديله مثلا، بديله ايه، فكك من الايديا والنيم، فكك منهم يعني، مش تعرفتهم هما بيعملوا ايه. انا هديله optical group، opt group، وهديله ده العنوان يعني، ده عنوان. حط الليبل بتحط هنا كده ليبل، وبتكتب العنوان بتاعك مثلا ايه، اختصار لكلمة ايه، artificial intelligent. وبعد كده تعمل هنا اوبشن. حلو. وهخلي مثلا الفاليو بتاعك book 1. حلو. خلي هنا 2 3. كرر هنا مثلا، كرر هنا. خلي هنا مثلا ايه، عندك مجال الياي، وعندك مجال هنا الويب، وعندك مجال زي مثلا كتب عن الاو اس، وعندك كتب عن مثلا الماشين ليرنينج ايا يكن. تيجي نشوف كده. هنا بتختار هنا تختار بقى الاوبشن بقى انت.
نحط الاوبشن بتاعنا، نقول الت وهنا تدوس كده وتعمل هنا كنترول سي وهنا كنترول في، تيجي هنا برضو تعمل كنترول في وهنا تيجي هنا تعمل كنترول في. انت بتحط الايه الاوبشنات بتاعتك. انت بتختار بقى من عندك الويب، تختار الويب بوك 1 وبوك 2 وبوك 3. حلو، كنا نحط هنا برضو، نحط هنا بريك بريك بريك، تلاتة بريك عشان نظبط الدنيا. اهي تختار اي اي كتاب 1 ولا 2 ولا 3، الويب 1 ولا 2 ولا 3، الاو اس 1 2 3 كده. طيب كده احنا خلصنا حاجة اسمها الاوبت جروب دي. طيب عندك حاجة اسمها ايه؟ تيجي نظبط الدنيا الاول، نعمل هنا بريك وهنا بريك، بريك تاني، و حط هنا ليبل، واقول لك هنا مثلا انتر ذا بوك، دخل كتاب وخلاص، دخل كتاب، دخل الكتاب اللي انت عايزه يعني. مكسل اكتب بالانجليزي بصراحة، فهنا اهي كلمة اهي، فالموضوع منظم اكتر يعني. طيب عندك إيه كمان؟ عندك حاجة اسمها ليست وداتا ليست، فانت بتكتب هنا ايه. نيجي نرجع بقى لتاج الانبوت تاني بقى. عندك input list، تكتب هنا programming تكتب هنا مثلا النيم بتاعك بروك. حلو، وتكمل هنا حاجة اسمها داتا ليست، هي دي تدي لها مثلا اي دي بروجرامينج. الكلمة دي كلها انا كده هاخدها كوبي ونحطها هنا بيست. حلو، و تعمل كذا اوبشن بقى، اوبشن وبي تي هي دي، ونكررها هنا مثلا، يعني مش للدرجة يعني، نقلل شوية. حلو، دخلك هنا مثلا، هنا هقول لك مثلا بروجرامينج زي مثلا ايه، سي بلس بلس، سي شارب. حلو، بي اتش بي. ندخل جافا سكريبت، نقول له جي اس مثلا الاختصار بتاعها، اتش تي ام ال سي اس اس الحاجات دي، نوعوا براحتكم عادي. حلو، فانا هنا هكتب مثلا سي بلس بلس. تعال نحط الفاليو برضو، تعال نحط الفاليو، حاجة مهمة جدا. اتش بي وجافا سكريبت HTML. اهو الفاليو ده اللي هو بيظهر في البتاع دي. حلو، تختار انت بقى، عايز حاجات بحرف السي اكتب سي، هتجيب لك الحاجات اللي بحرف السي. لو عندك حاجات كتيرة بحرف الجي فهيجيب لك الحاجات اللي بحرف الجي، لو انت دوست حرف الجي يعني، فاهمني. انت عندك قائمة ايه، بتختار الحاجة اللي انت عايزها ودوس ارسال بقى. حلو حلو. طيب عندك ايه كمان؟
طب في برضو حاجة عايزين نضيفها في الانبوت، تعال نضيفها فوق كده، يعني اخر حاجة في الانبوت متقلقوش يعني. هنا مثلا اقول لك اللي هنا الانبوت تايب، انبوت التايب بتاعك وليكن فايل، انت دخلي فايل وخلاص. فانا هنا راحت فين؟ احنا كنا فين اهي، هي دي. واخدين بالكم هي جت هنا ليه؟ اعمل هنا بي ار، بي ار حلو اهي، اهي شوز فايل، نقل فايل. زي مثلا انا موقع الجامعة مثلا يقول لك دخل صورتك، او دخل مثلا الاساينمنت، دخل اي ملف. هنا شو بتستخدمها بحاجة اسمها ايه؟ الانبوت تايب فايل. حلو، تحط جوه الملفات وبتتبعت لايه؟ الباك اند عادي. طيب بس كده خلصنا الانبوتس. طيب عندك حاجة بقى اسمها التعامل مع السيرفر. نيجي لأهم سؤال، الداتا دي بقى بتروح فين؟ ها؟ هنا دور بقى ايه؟ التاج اللي هو الاب الفورم. ناخد بقى الاتربيوت بتاعته. عندك حاجة اسمها اكشن، جينا عند الفورم نديله اتربيوت اكشن عشان احنا قلنا هنرجع له. ايوه انا لما بوعد بوفي. الاكشن ده اللي هو اديله عنوان اليو ار ال او الصفحه اللي الداتا هتتسلم ليها عشان تتعالج بالباك اند. زي مثلا نقول له مثلا ايه؟ لوجن دوت بي اتش بي. تمام، ده الملف اللي هيروح للباك اند عشان يعمل عمليه المعالجه بتاعته. فانا هكتب هنا مثلا عشان ده ريكوايرد، فانا هدخل من 1 2 3 4 5 6 7 8 عشان هو عايز اقل حاجه 8. حلو، الباقي كله مش ريكوايرد فمش لازم ادخله عشان مضيعش وقت. فهدوس هنا ارسال، هيقول لك ايه؟ كان نوت جيت لوجن بي اتش بي. مفيش اصلا صفحه اسمها بي اتش بي، فاهمني؟ بس هو كان عايز يبعتها بس هو ما لقاهاش، فعشان كده جات لي ايه؟ الرساله دي. في ده دور الاكشن في الموضوع ده. في حاجه برضو ممكن نضيفها، اللي احنا مثلا دلوقتي المستخدم هو سجل دخول خلاص، انا عايزه بقى يقول له ايه؟ خلاص تم انتهاء من تسجيل الدخول، او ثانكس شكرا ان انت سجلت دخولك، او كده زي ما كان بيحصل في جوجل فورم وكده. فانا دلوقتي انا عملت رسالة وكتبت فيها ثانكس، ودي بتودي على صفحة، اي صفحة مالية. فانا كتبت مثلا ايه كده، ماشي. ونجرب، نجرب هنا إيه؟ ندخل كده اي حاجة وندوس ارسال اهو، دخلنا على صفحة تانية اسمها ويب ديزاين. او اقول له هنا ممكن تمسح ويب ديزاين تقول له ثانكس، دي صفحة انا كنت عاملها يعني بسيطة. أم... عندك ممكن تعمل برضو حاجة زي اللي انا كتبتها دي كده، ان انت تعمل اكشن يوديك على موقع، ماشي. وعملت حاجة اسمها ميثود جيت. تمام، ايه الميثود جيت دي؟ الميثود جيت دي هي طريقة، الميثود دي هي طريقة النقل. عندنا طريقتين، حاجة اسمها الجيت وحاجة اسمها البوست. الجيت دي الداتا بتظهر في الرابط الموقع فوق وتنفع للبحث، بس هي خطر ايه؟ على الباسورد وكده. اللي هي انا قصدي يعني اللي هي الحاجات دي، مثلا انت بتسجل تكتب مثلا تعال نكمل بس الشرح الاول. عندك حاجه اسمها تارجت بلانك. التارجت بلانك دي بتعمل ايه؟ آه قلتها قبل كده في المحاضره اللي فاتت لما انا كنت بشرح حاجه اسمها الانكر تاج، اللي هي بيحفظ. في عندك حاجه اسمها سيلف وعندك حاجه بلانك. السيلف الافتراضي، وعندك حاجه اسمها البلانك بيفتح لك في صفحه جديده. حلو، اللي هو يفتح لك في تاب جديده. بس عملت هنا input type search كنا احنا عاملينه قبل كده، عملت هنا input type submit، وعملت هنا زرار البحث بتاعه. حلو، فانت لو دخلت مثلا كلمة، انا قلت لك هنا ابحث في جوجل من هنا. حلو، فانت بتدخل السيرش في السيرش مثلا. انا اهو دخلت مثلا كلمة الكترونيات. حلو، كتبت هنا باسورد اي بتنجان وعملت بحث. واخدين بالكم؟ يعني بحث عن كلمة الكترونيات. طب لو انا ما كتبتش الباسورد ايه اللي هيحصل؟
اقول لك لازم تكتب الباسورد عشان دي ايه. طب انا عايزه ما يقوليش اكتب باسورد ومن غير ما اشيل الريكوارد عادي، ممكن اعمل فور يعني اعمل ايه، اعمل هنا فورم كده حلو. شيل الاكشن دي دلوقتي، وهنا هتعمل ايه السلاش فورم بس. فهي دي كده ايه، قالك الفورم ده ملهوش علاقة باللي تحت. نعمل هنا بي ار علشان الدنيا متبقاش بايظة. هو انا صلحت الدنيا، عملت بس ايه required لسه فوق اهي. فين الريكوايرد اهي. واخدين بالكم انا عملت فورمة تانية، بس انا بدل ما هي كانت فوق حطيتها تحت اهي بس. والاكشن بتاعها اهوت وكل حاجة، والانبوت تايب بتاعها هيكون عملت سبميت زرار ارسال. بدل ما كنت برسل في الاولاني ده، هو اصلا ده ملوش علاقة المفروض ده ملوش علاقة بده، فانا عملت ايه زرار للسبميت حلو بس. وخليته ايه يبحث على جوجل عادي. انا عايز اوريكم فكرة الايه. هنشيل الحاجات دي كلها ملهاش لازمة حلو، عشان ايه حطيناها تحت. انت كوبي وحطيتها تحت حلو، بدل ما هي كانت فوق علشان ما تبوظش شكل الفورم بتاعنا. بيبدأ من يوزر نيم ده الاصح حلو. فانا اهي الكترونيات سبميت هيرسل. حتى لو عملت ريفريش اهو هيبحث. تقدر تبحث عن اي حاجة، هو ده حقل للبحث وخلاص. ماشي. عندك ايه كمان برضو؟ عايز اقول لك على حاجة اسمها البوست. تعال نعمل هنا الاكشن، وليكن هنا اكشن ايه، اكشن هيوديك على صفحة اسمها لوجن مش موجودة. لوجن دوت بي اتش بي تمام. واعمل ايه، واعمل هنا ميثود واخليها بوست حلو. طيب نيجي نشوف هتعمل ايه بقى البوست دي. هنا ادخل وليكن الباسورد حلو. وبعد كده بعمل سبميت. انا مش عايز الكترونيات اصلا عشان ايه، معلش شو انا مش هدوس على سبميت دي، انا على سبميت دي. ريفريش حلو، وندوس ارسال. واخدين بالكم من اللي حصل؟ اللي هنا ما اعطاكش ايه، ما اعطاكش البيانات اللي انت حطيتها. ليه؟ لان انا عملت حاجه اسمها بوست، دي حاجه امنه شويه. طب تخيل لو انا عملتها جيت دي حلو، وحطيت انا الباسورد من 1 ل8، ودخلت اي حاجه كده مثلا وحطيت. شايفين دي الموقع بتاعتي. عارف لما انا دوست URL وعارف اللي انا ايه عايز احط مواقع، فانا جاب لي المواقع اللي انا عاملها كلها سبحان الله. ف اي حاجه، وبعد كده بدوس ايه سبميت الارسال بتاعت فوق دي عشان دي ملهاش علاقه حلو. طيب نفتحها كده في الاوبن ويز لايف سيرفر علشان تبان الموضوع اهو. هدخل هنا لا من 1 ل8 حلو، زود رقم زيادة ومندوس ارسال. واخدين بالكم هنا اهو كلمة عبد الله ظهرت، اليوزر نيم بتاعك عبد الله حلو. ده اللي ايه اليوزر نيم، وعمل لك الباسورد من 1 ل8 وزودت واحد هنا كمان اهو. فهنا بيوريك اللي انت دخلته، وهنا ويندوز وجندر مش عارفة ايه والبروجرامينج والحاجات دي. فانا اللي انا دخلته بيبان فوق ده اللي بيعمله ايه الجيت، وده ما ينفعش. يعني انا ما ينفعش ان انا اوريك اصلا انت كاتبه اصلا، يعني دي حاجه مش امنه. فانا بنخليها بوست علشان ايه ما تظهرش. تعالى كده نعمل اهو ويندوز لايف سيرفر تاني كده اهو، وانا كده خليتها ايه، خليتها بوست بدل ما كانت جيت. فالبوست دي امنه مش هتوريك اللي انت ايه كاتبه.
هنكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حلو. بعد كده دوست ارسال. هل وراك اللي انت كتبته؟ لا، ما وراكش اللي انت كتبته. فهو هنا ده دور ايه؟ الميثود البوست. طيب يبقى الفرق ما بين الجيت والبوست ايه؟ ان الجيت دي داتا بتظهر في الرابط الموقع فوق وتنفع للبحث، بس ايه؟ خطر على الايه؟ الباسورد والحاجات دي. اما البوست دي الداتا اللي بتتبعت في الخفاء، وهي ايه؟ وهي آمنة، ونستخدمها في تسجيل الدخول، اللي هي البوست. وعرفنا حاجة اسمها التارجت، قلت لك حاجة اسمها تارجت بلانك اللي هي بتفتح في تابة جديدة. وعرفت حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها التارجت السيلف. طيب في حاجة عندك برضو اسمها ناف اسمها نو فاليديت. ايه النو فاليديت دي؟ نو فاليديت لو حطيت الكلمة دي في الفورم، المتصفح عقله مش هيفحص الداتا، يعني الريكوايرد والايميل والحاجات المتطلبات اللي لازم تتحط ديت هتتلغى. فانا اهو، انا دلوقتي ما حطيتش حاجة اصلا. حلو، ما حطيتش حاجة ودوست ارسال. تخيلوا اللي هيحصل. ايه ده؟ نعمل ريفريش. سوري اهو، نعمل ريفريش كده، بصوا، ودوست ارسال اهو. the page is working. مع ان في هنا خدت بالكم في حاجه اسمه في حاجه اسمها required. حلو، يعني لازما ادخل الباسورد، واخدين بالكم؟ بس طب انا حطيت نوفيل ديت، يبقى انا ايه؟ بلغي عقل البراوزر. يعني اقول لك ايه؟ ما تجبرنيش على حاجه. انا مش مجبر ان انا ادخل لك 10 باسورد ولا 8 ولا ما ادخلهوش اصلا، مالكش دعوه. ادخل اللي دخله ان شاء الله، ما ادخلش حاجه مالكش دعوه. ولما اقول دوس ارسل لي وخلاص. حلو، يبقى دي اللي بتعمله النوفيل ديت، ما بنستخدمهاش كتير يعني. ماشي، نمسحها بقى. عندك ايه كمان؟ طب اخر حاجه بقى، يعني الحمد لله هننهي بيها ال HTML كلها. حاجه بره الفورم خالص، فاحنا مش هنستخدم فورم والحاجات دي، يعني حاجه تيست كده كنت بجربها لكم، مش عايزينها دلوقتي. طيب عندك حاجه اسمها برضو الحاجات دي كلها هنمسحها، مش عايزينها دلوقتي. عندك حاجه اسمها الكود. ايه هي الكود؟ كود يعني ايه كود؟ يعني اكتب كود، يعني مثلا اكتب كود جافا سكريبت، سي اس اس، اي حاجه. انا هكتب وليكن مثلا الكود ده. حلو، تيجي نشوف بقى صفحه ال HTML بتاعتنا، نعمل ريفريش. كونتينيو. وبان في مشكله، نعمل ويندوز لايف سيرفر تاني. واخدين بالكم من اللي حصل؟ كتب لك الحاجات بخط كده، بخط كود شويه. تخيل لو انت شلت دي كده، يعني تخيل لو انا شلت الكود دي، هيبقى عامله كده. فهو الكود بيخليك الخط شبه الكود كده شويه. فانا بستخدمها لو عايز اعمل الكود. طب انا واخدين بالكم انا عملت ايه؟ حركه مقصوده، خلي بالكم. اللي انا اعمل المسافات دي، عايز اوريكم حاجه في المسافات دي ما اتفعلتش. حلو، انا عايز افعل المسافه، فبعمل حاجه اسمها البري كده. حلو، بعمل هنا اهي، حطها جوه حاجه اسمها بري. واخد بالك؟ انت تقدر تلعب براحتك، هيعمل لك كل حاجه، مسافات بقى وكل حاجه. واخدين بالكم؟ اهي بوظت الدنيا اهو. ايه رايكم بقى؟ فالحاجات دي بنستخدمها لما عاوز نعمل كود او كده، ونوريهولك زي W3 سكول كده ما بيعمل والحاجات دي. فلو زي موقع التعليمي برضو اللي انا عملته والحاجات دي، نستخدم فيها ايه؟ البري جواها كود. زي مثلا انا دلوقتي عايز ال HTML ما يتلخبطش، يعني بعلم اصلا HTML في موقع، فانا مش عايز ال HTML يتلخبط، فانا بحطها بري جوا كود وبظبط الدنيا. بعمل حاجه كده بحيث اللي الاتنين ما يختلطوش ببعض.
طيب عندك حاجة اسمها، فكك بقى من الكلام ده كله كده، نعمله كومنت او امسحه، نشوف اللي انت عايزه، ونعمل حاجة اسمها الاي فريم. طيب الاي فريم دي هي قديمة قوي، بس ناخدها ماشي معانا، فكك من دي كده. اهم حاجة عندي الايه، الاس ار سي دي. الاس ار سي دي مثلا انا هفتح موقعي مثلا اي تي ليرنينج هاب، ده موقع انا كنت عامله. لا مش ده. اكتب هنا اي تي ليرنينج هاب، هو ده. حلو، افتحه كده. حلو، ده موقع تعليمي انا كنت عامله للطلبة. دلوقتي هناخد ده كده كنترول سي، وهناخد ده كده كنترول في. حلو، وبعد كده نديله مثلا ايه، ويتس وهاي. عارفين الويتس والهاي كنت انا شارح قبل كده، الطول والعرض. فانا هديله ايه بقى، ويتس، وليكن هنا مثلا كام، 600. وهاي 400. طيب وبعد كده تيجي نشوف كده الموقع اللي احنا كنا عاملينه، فوقك من ده، الموقع اللي احنا كنا عاملينه. شوف ايه اللي هيحصل، واخدين بالكم؟ حط موقعي اللي انا كنت عامله جوه الصفحة دي، بس بالشكل المعفن ده كده. في سكرول هنا، في سكرول هنا اهي. بقدر اتحكم برضو في الطول والعرض، يعني انا عايز احط موقع جوه موقع فبعمل كده، اخلي موقع يظهر فوق موقع او جوه موقع كده، فاهمين؟ كنت اديله هنا حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها فريم. ما بتكتبش هنا ليه؟ فريم بوردر 0. عشان تشيل البوردر الغريب دوت، وبس كده. كده الحمد لله. انت كده معاك كل الادوات التحكم في البيانات. جرب تعمل بنفسك فورم زي ما انا عملت كده. و... و... ايه ده، والسلام عليكم ورحمة الله.